حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم في برنامج مرايا. من خلال برنامج مرايا أعزائي المشاهدين نسلط الضوء على شخصيات مميزة من وطن الحبيب الكويت. اليوم نتكلم عن شخصية رائدة في مجال الرياضة، رياضي وأول معلق للبادل ومدرب معتمد دولي في البادل. بسك ورحب بي الكابتن محمد الشرطي. حياك الله ويانا كابتن. الله يحييك أخوي عبد العزيز، وما قصرتوا على الاستضافة الجميلة. شرفني اليوم أكون جزء من هذا البودكاست الجميل ومعاك شخصيا أكيد. حياك الله يا كابتن واهلا وسهلا فيك. كابتن كنا يبينا لعب بادل اليوم. احنا بعد المقابلة شكل على طول لعب بادل على طول. كم ساعة تلعب باليوم كابتن؟ أنا على إني مدرب فأقل شيء يكون بالملعب 4 ساعات أقل شيء. هذا اللاعب يختلف عاد من لاعب للاعب ومستواه. زين الكورت شنو يعني لك الكورت الحين بعد هالعمر هذا؟ الكورت هو يعني أخوي عبد العزيز هو الكومفورت زون. هو بيئتي، هو المكان اللي خلقته بدلاً عن النادي اللي كنا النوادي اللي تربينا عليها صارت أكاديميات الحين. هذه هي. زين لما نرجع على بداياتك، متى أول مرة مسكت المضرب؟ البادل. حتى لو التنس؟ أول مضرب مسكته؟ إحنا والله قلت لك مثل إحنا عائلة يعني عائلة مضرب رياضة لعبة التنس الأرضي. من تحية خاصة المعلق الكبير عادل الشطي وأب إداري وأيضاً إخوان كلنا أبطال وأولاد عم. فلعبت أنا تنس كان المضرب أطول مني يا عبد العزيز 5 سنين. من 5 سنين 5 سنين ابتدأت من 5 سنين مسيرتي طبعا بالنادي يرموك، وبس من بعدها انطلقت مسيرة التنس وخلينا نقول منتخب من 10 سنين. عاد وقت المضرب ثقيل، عاد وايد المضرب كان وقته ب5 سنين. ايوه، او هي يلزمك يعني بالتنس بالاخص رياضة يبيك تحت ال10 سنين يأسسك صح. افضل يعني حتى تلعب احترافيا لازم تكون تحت 10 سنين عشان يزرع فيك اشياء كثيره وانت لا يمكن الحين ما استوعبت هذه الاشياء. زين شنو الشيء اللي اعطاك اللي اضاف لك التنس في لعبه البادل؟ طبعا البادل جت لنا فجاه، كنتم عارفين، لكن هي مو فجاه بالعالم، هي قديمه جدا لكن خذت هذا الاهتمام بشكل مفاجئ بالخليج والوسط، الخليج عفوا والوطن العربي بشكل عام. هي جت لنا فجاه بعد جائحه الكورونا الله يعيدها. وجت بتوقيت مثالي، والافضليه كانت لمن 80-70% لاعبين تنس، من لاعبين من مدربين، لان خلاص انت البادل كان اسمها اصلا بادل تنس، تنحدر تحت التنس يعني. فالافضليه لك اللي خذ هذه الانطلاقه وكون نفسه كمدرب او لاعب سواء او اداري او غيره، خذ الافضليه. فهذه كانت البدايه. والله حتى الحلو لاحظت انه بعد ما وصلت ظاهره لعبه البادل الكويت صار في اقبال كثير على لعبه التنس، حتى نشوف حتى بالمحلات الرياضيه لبس التنس بالبترينه، قبل كان موجود بالزاويه. صحيح يعني في هذه جمله وايد كانوا يقولوا بالبدايه، كانوا يقولون يعني اول ما جت البادل والهبه، هي كانت هبه خلينا نقول، هي رياضه لكن كانت هبه بالبدايه صحيح، ويا زينه من هبه رياضه. لكن في ناس وايد كانت تقول ان البادل هي كانسر التنس وممكن تطيح التنس. لا انا ما اشوف هالشيء، صعدت رياضه التنس، بينت للناس ما هي قيمه لاعب التنس، ما هو لاعب تنس، امكانياته، لان تقدر تقول اصعب رياضه مضرب، فاي لعبه مضرب اخرى تكون سهله على لاعب التنس. احسنت. لاعب التنس دائما لان الملعب كبير، تحتاج اللياقه، تحتاج لياقه ذهنيه جدا عاليه، انت تحسب كل شيء بالذهن مع الحركه. خطوه واحده خطا كلفتك النقطه، تشتت واحد بنقطه واحده خسرت المباراه. فهي حرب ذهنيه، وبالاخص بالتنس هي فرديه، ما عندك شخص يساعدك ولا زوج يعني ثنائي يقدر يساعدك، انت بروحك بحرب ضد الخصم، حرب ذهنيه، نقطة واحدة، تشتت واحد، عصبية، نظرة خاطئة، أنت طلعت من المباراة. منو كان مثلك الأعلى كلاعبين تنس المشهورين النجوم؟ طبعا هذه أنا يعني فانز وما أقدر أغير، أنا روجر فيدرر. يا ريت نفسي روجر ولا لا روجر هو كوكب التنس، هو الكلاسيك صح، هو البطل الخلوق. أنا حبيت الشخص يبين حق الجمهور إن رياضة سهلة، يبين لك ما شاء الله لياقته من أفضل الرياضيين بالعالم، لكن أنيق، لعبة أنيق، موهبة يعني موهبة لا تكرر روجر فيدرر. بما أنك أنت ما شاء الله في حسابك في وسائل التواصل الاجتماعي دائما تحط فيديوهات عن أبطال عالمين والتكنيكاتهم والأمور اللي تكون يعني عجيبة، لما نيجي على أبطال التنس قبل ما نروح حق البادل، أنت عندك مثلا روجر فيدرر، عندك رافائيل نادال، وعندك جوكوفيتش وهالأبطال الكبيرة، ليش أنت خصيت فيدرر؟ لأن التكنيك عنده عالي، الفور هاند والباك هاند. هو بشكل عام مثل ما قلت لك كل أبطال يقسم كل رياضة في الهارد ووركينج وفي التالنتد.
احسن. الهارد ووركينج خلينا نقول مثال كريستيانو رونالدو، ميسي هو الموهبه من الله، طبعا هو ايضا هارد ووركينج لكن من الله سبحانه الموهبه فيه ومنه. فروجر فيدرر هو الموهوب التالنتد، يبين لك التنس برقي بسهوله، لعبه جميل يعني لازم تحترمه، حبيته ولا تحترمه. ما شاء الله يعني والله يعني روجر حتى لاعب عاطفي، دمعته نزلت الجمهور دمعته تنزل، ما شاء الله انيق باخلاقه بروحه، فكنت اقتدي فيه بالملعب وخارج الملعب. وحتى هو كان يعني يعتبر من اساطير ويمبلدون. الملاعب العشبيه تفرق بالضربات التنس. جبت لك على شيء ثاني. اي على شيء ثاني والله صحيح. يعني العشبيه جربتها مره، انا نادر عندك بالعرب يعني ملاعب عشبيه تتطلب بالكثير من الاهتمام. عندنا بالعرب رمليه يعني مصر وغير البطولات عرب، والهارد كورت الاساس كل واحد يختلف عن الثاني. الهارد كورت فيها سرعه تقدر تخلص الكره، الرولان جاروس الملاعب الترابيه الخصم يقدر يلحق على كل كره، لياقه بدنيه اقوى يعني تتطلب منك تعب بعد ما تستحق النقطه. العشبيه العكس، انهاء سريع، انهاء جدا سريع، خطوتين ثلاث خلاص انت واصل للكره، ففيها ثقل اكثر، دروب شوت تقدر تغير اتجاه اللعب، كل واحد يختلف. الملاعب الملاعب البادل تعتبر نفس ملاعب بطولات امريكا المفتوحه واستراليا المفتوحه، قريب منها شوي. هل البادل تقصد ملاعب البادل نفس التنس؟ هي مختلفه لانها واحده، البادل واحده ما في اكثر من واحده، ما تسمح انها تكون رمليه او شيء في زجاج ممكن يكون خطر على اللاعب او شيء، فهي ارضيه خلينا نقول نوعا ما كاربت، نوع من الكاربت بسيط، خلينا نقول مقرب اكثر شيء الى الهارد طبيعي، الى الهارد. هني على موضوع البادل الحين، شفت اللفه الحلوه هذه؟ ما شاء الله عليك يا عزيز. ايوه حسيت انت قاعد تاخذني بالزمن الحين، قاعد انا معك بالزمن ده. لا جميل، لان شنو احنا دائما نقول لك دائما ودنا نطلع شيء جديد من الضيف، وانت تتحدث عن بادل يوميا. التنس ذكريات تعتبر، ذكريات كثيره. التكنيكات البادل تختلف شوي، يعني حتى قاعد اشوف فيديوهاتك وانت قاعد تقول لما ايدك تكون فوق متى تنزل الكره تحت، ومتى تاخذ اللوب. اللوب لا تكنيك بالكوع. صحيح الكوع. في ناس ما تفرق بين التكنيك اللوب، شلون نسهل على المشاهد؟ يعني هذا اليوم انا قاعد احاول اوصله، ان ابسط المعلومه كثر ما اقدر واوصلها حق المتابع وايضا متدربين عندي بالاكاديميه، ان اليوم ترى شغلات بسيطه جدا راح تفرق معك الكثير، مثل ما انت ذكرت وتفضلت ان كوع اذا كوعي للاعلى شوي كراتي راح تنزل اكثر الى الملعب، كوعي بالاسفل قاعد اجهز كراتي راح تصعد وتروح اوت، يعني من المقصد انت تخسر النقطه. ومعلومات بسيطه جدا يعني كهذه وايد، الرست، المعصم، الرجل، الدوران، اليد المساعده وغيره، بحر من التعليم. ني الحين على احنا قلنا قبل شوي بادل كانت البدايه كانت هبه وجت بوقت مناسب، بس طبعا لاعب التنس عنده افضليه كبيره في لعبه البادل. اي لدي قلت لك انا يعني هذا اللي خذ الفرصه، بعدين الحين صار خلاص 5 سنين انت الان من بادل تطورات وبطولات واهتمام، خلاص اللي خذاها بالاول لافضليه، بس في الحين خلق لاعبين بادل رسميين، خلق لاعبين سكواش كانوا ما شاء الله لهم افضليه، خلينا نقول ممكن اقل من تنس بشيء بسيط 50% عن لاعب الهاوي اللي ليس لديه اي خلفيه. بس لاحظنا ان اللعبه هذه اغلبيتها نشوف الابطال من امريكا اللاتينيه، الارجنتين والبرازيل منتشره بشكل كبير، حتى الاسبان، بس اللاتين امريكا انا لاحظتك انت مركز عليهم وايد لان اساس هذه اللعبه، خلينا نقول المكسيك، الارجنتين، اللاتين امريكا، هذه اساس اللعبه. نعم. تبنتها اكثر واهتمت اسبانيا. نعم. اكيد وخذتها، ممكن هذا يعني عامل يدل على الدوله، ممكن يعني امكانيه الدوله في الحفاظ على الرياضه ويعني تصعيدها، خلينا نقول سنه بعد سنه. اسبانيا تبنت هذا الشيء اكثر، لكن انا صحيح معك، يعني انا اليوم ما في اكون يعني مع احد او ضد معلق بالاخر. اللاعب الارجنتيني واللاتيني والمكسيكي شوي اجريسيف وفنيات كما اعتدنا في الكره. نعم. البرازيل وغيرها فنيات يعني اكثر. الاسباني هارد ووركر يعني لو تروح تدرب باسبانيا ممكن يشد عليك شهر لياقه ما يخليك تلعب سماش عادي، يقول ما بي شو تبي السماش، مو لا تنهي الكره، حافظ على لياقتك، الدفاع هو اساس الهجوم. نعم. وبالهارد ووركينج تقدر تكسر الخصم وتقتل الخصم، يعني طريقتين ومنهجين. دائما احنا نقول الهارد وورك بيز اوف بالاخير يعني. اكيد هذا هذه دائما عندكم في البادل. نيجي على موضوع الاكاديميه شويه. انت ما شاء الله حضرتكم انتم من اسر رياضيه عريقه، حضرتك العم معلق معروف عادل شاطر، وجه تحيه، كنا نتابع معاه ايام الكلاسيكو بين رافائيل نادال وروجر فيدرر، لازم نسمعه بصوته.
ما شاء الله عليه. الله يعني حتى هو ما شاء الله عليه ترى صوته يعني يزعل المتابع اذا ما سمع صوته اليوم ما شاء الله. وبعدين احنا كنا متعودين ان معلق التنس يكون هادي، هو حماسي كنا لاتيني. الله عليك. شويه تغير، يضيف الحماس حلو. والمعلق اليوم والله فن ومهاره وما شاء الله العماد. ان شاء الله يعني نقدر نوصل نص مواصيله يعني ما شاء الله تبارك الله. لا ان شاء الله بجهودكم. متى تبلورت فكره الاكاديميه ابو جاسم؟ متى صارت الفكره؟ متى يتم بالكم؟ هذه البدايه. طبعا احنا شوف انا يعني الكبير كبير يعني بين اخواني كلهم للحين ما زالوا لاعبين. نعم. يعني واحد منهم نص مدرب نص لاعب، لكن الباقي الصغار للحين ابطال في رياضه التنس وبرافه وممثلين وابطال هناك. انا اللي بدات هذا الشيء تدريب، وكنت بادي بالتنس من سابق، لكن متى البادل والله كانت يبي لها جرأة وتحفيز. لا انا بالسوشيال ميديا ولا انا يعني اقول ولا العم كثير ولا الاخواني، لكن عندي مستشار، والله مستشار يقدم له التحيه احمد ندوم، هو البوش اللي كنت احتاجه. معروف احمد عارفه المدير احمد ندوم المدير. هذا احمد صديق لاعب تنس سابق. ما شاء الله. لاعب وعمي هو يعني حسبة اب عنده، كان جل تحيه كبيره هو واخوه. وهو اللي والله قعدني شوي قال لي محمد انتم عندكم خبره لا يعني لا تغاز ولا لها ثمن، ليش ما شوي تشارك الناس؟ هذا اسلوب احمد تعرفه. وما شاء الله انا وايد يعجبني اسلوبه انه نفذ الان وشوف بعدين. وايد ناس لما تبدا المشاريع لازم يكون البراند جاهز، لكن يكون ميزانيه راس المال. قال لي ليش انت بلش عط السيرفيس، شوف الجوده شوف الاقبال، وبعدها كل هذه يعني زينه تعدل بالمستقبل. والله هو كان الدافع وحمسني وبديت، وبعدها والله اقبال الناس وتوفيق ربي سبحانه وتعالى. ما قال لك انت راح تنجح لانك صاحب اختصاص؟ هذه جملته. هاي جملته هذه. ومدير مبهر. وقال لي والله في جمله بعد والله ما انساها، قال لي محمد غير انك اوكي خبرتك هذه وسي في كله، عندك شيء وايد حلو راح يميزك عن الجميع، وانت ايموشنلي سمارت، واحنا قاعد نقدم سيرفيس خدمه عملاء، فالذكاء العاطفي هذا هو راح يخليك تصعد وتتفوق. والحمد لله يا رب. ما شاء الله. اليوم قاعد نطبق كلامه وانت قاعد تستذكره دائما. ما شاء الله. تحيه خاصه لاحمد ندوم. زين على موضوع انت قلت الحين السوشيال انتليجنس، الذكاء العاطفي بشكل عام، يعني هذا جزء من معايير لاختيار التيم اللي معاكم. شنو المعايير انت ركزت عليها بعد؟ اكيد اول شيء انا طبعا بناء هذه الاكاديميه كان اول شيء الفاليوز مالتي كانت ان نشوف الطاقات الشبابيه الكويتيه. في طبعا العائله هي فاميلي بزنس كان بالاول، والحين ما شاء الله صار العدد اكبر وتبنينا مدربين وصنعنا وقدم دورات تدريب كثيره بالكويت وخارج. لكن في معايير انا اقيسها. انا اليوم اقدر اكون مثل اي شخص اخر، يجيب لي مدربين من الخارج، هذه الاكاديميه وكملوا دربوا وممتازوا ومو شيء سيء انا قاعد اقول، لكن في شيء مخي، في تجربه احنا خضناها وما زلنا نخوضها ابي اوصلها. في هدف. شنو الهدف؟ هذا الهدف ان نخلق بيئه رياضيه مشابهه للبيئه اللي ربينا فيها. احنا ما عندنا ربع الا ربينا معهم في رياضه التنس. غنتنا عن اشياء كثيره. انا وين ما اروح اي دوله بالعالم حاليا في لاعب تنس راح يستضيفك، معارف سمعه. فهذا كانت معايير طبعا التيم وورك، الالتزام، اللغه، خدمه العملاء وغيره، والانتماء يعني believe in the vision والهدف نفسه. يعني انت كان هدفك نشر ثقافه اللعبه مو بس تخريج محترفين؟ اكيد هذا كان اول هدف لي، لانها قلت لك لعبه جميله تنحدر من لعبه الملوك وهي لعبه التنس. أحسنت. وسهله التعلم، هذا سر انتشاره. حتى اذا كان سؤالك هذا سر انتشاره. التنس صعبه جدا وملاعب خارجيه وتعب. الحق الكره وروح وملاعب خارجيه. كنا نرد من السفر والله يا عبد العزيز، ابوي ما يعرفني بالمطار من كثر ما انا مصلوخ من الشمس. مسمر خلاص ما في من كثر الدق يعني التنس. لكن بعد بسطت الامور، سهله التعلم. ما قلنا سهله الاحتراف، سهله التعلم. في فرق صح. وفي شغله الحين على موضوع انت كونك كمدرب اللاعب، انت كنت لاعب ومدرب، لاعب وحاليا مدرب. صحيح. منو من اللاعبين اللي يتعبونك بالتدريب؟ قصدك مو اسما، قصدك شخصية؟ اي شخصية. والله يتعبني اللاعب اللي هو موهوب لكن شيطان، بالذات الصغار هذيل، لأنه يمكن كنا مكانهم، احنا كنا صغار مو حاسين بالنعمة والموهبة اللي عندنا. فيعني عادي تتشتت، تحاول تخليه يلتزم، ما تخليه يتشتت، تحاول تكلم أهله أولياء أمور أن اللاعب ترى موهوب ولديه فرصة كبيرة، بس لازم شوي. ترى البطل يصنع مو بس من الملعب، والمدرب من البيت، هذا أهم شيء. فتحاول يعني
تجمع جميع العوامل اللي تصنع هذا الشخص، فيتعبك والله يتعبك. او تبي بشكل عام يعني اللي يكون شوي استيعابه اقل، انه يبي هدف كبير. لكن ما عليه، زين انت استيعابك اقل، بس في فتره من الفترات راح تطمر في المستوى اكثر منهم كلهم. هي مثل قفل بالمخ يفتح مره واحده، يوم بعد يوم. في ناس يتطلب منهم شهر، في ناس سنه. ما في مشكله. ما في مشكله. الصبر مهم. الصبر وعدم الاستسلام. الصبر وعدم الاستسلام هي رياضه. في ناس وايد بلشت بالهبه ووقفت، اللي مع الهبه كانوا، لان استسلم. يبي يصير بطل بسنه، حتى ما اقول لك سنه، يا ريت سنه، يا ريت واحد يكون عنده هدف سنه، 3 اشهر او 6 اشهر. اي رياضه بتكون فيها بطل. هذه رياضه وثابته نفسه. انت اذا ما حطيت لك هدف كل 2 3 المستوى اللي بتوصل له، عمرك ما راح توصل. هذا يعني الشيء اللي حبط الجميع تقريبا في البدايه. من الشاب عندك الموهبه تقول له هذا راح يصير له شان بالمستقبل؟ شلون قصدك؟ من الابطال اللي عندك والله اذا في بالك احد في بالي والله في واحد صغير حتى شوي بطبوط نسميه عبد الله يا حليله. ونعم. عبد الله ما شاء الله منه صوره الناس تنبهر، ما شاء الله طول عمره 10 سنين. اللي شفت صوره وياك يمكن صوره وياي او ماسك المضرب، يا هو الماسك مضرب، يا ما شاء الله على عمره. يقول يلعب مع المدربين، يعني تبادل الكره مع المدربين. عنده كيك سماش الكره تطلع برا. لكن شطانته هذه لازم شوي نحافظ عليها. ما شاء الله راح اشوف له مستقبل باهر جدا. لا والله عبد الله شد حيلك عسى ربي يوفقك. ربي يوفقه ان شاء الله. الموهبه اهم ولا التدريب المستمر الهارد وورك؟ هذا سؤال يعني جدا جميل عبد العزيز. الموهبه ما تصنع ابطال بروحها، ما تقدر تصنع بطل. موهبه جميله وحلوه، لكن الاستمراريه والهارد ووركينج مع الموهبه هذا شيء بلس عندك وراح تصنع منك بطل. والموهبه بروحها ما تكفي. بما ان انتم ما شاء الله حضرتكم فاميلي بزنس، شو ما تخلط بين العلاقات العائليه والشغل؟ ما شاء الله عليك. سؤال جدا جميل، وهذا اليوم اذكر فيه تيمي ما شاء الله وبالاجتماعات وغيره. انا اليوم اكبر شيء كان يعني الفاميلي بزنس الادفانتجز انه فاميلي على روح واحده وغيره وغيره الكثير. لكن اخطر شيء بالفاميلي بزنس التفرقه بين بيئه العمل والبزنس. تطلب وقت والله، ما جاي بيوم وليله، تطلب وقت واجتهاد. والشخصيه اللي تحضر بالملعب وبيئه الشغل غير الشخصيه بالبيت. اليوم المدرب الناجح والاكاديميه الناجحه وبشكل عام الطاقم من يخطي خطوه هذه الملعب يترك دنيته بالخلف شنو ما كانت. تقدر تكلمني بعدها وغيرها، ممكن انا متاح، لكن انت دشيت هني هذه عمل رسمي، تقدم ما لديك وافضل ما لديك. هذا يعني التفرقه. هل حصل اختلفتوا مره بالعمل؟ والله بين العائله احنا ما شاء الله وايد هادين، ما في اختلافات هذه كبيره. نتحدث وايد اختلافات عن لاعبين. الله يعني هذا يقول لازم نسوي اجتماعات، فهذا اللاعب والله اشوفه بهذا الليفل، احنا نقسمه على ليفلات ومستويات. فهذا اللاعب والله ممكن اختلافكم من هالكابتن، لا عندي له نظره، انا ممكن اشوف شوي اطول واحد اطول بالا فيهم، فاقول ما عليه يعني خله عندي خله شويه امسك العصب النص معاه. او حتى في لاعبين اقلب ريفيرس سايكولوجي معاهم، اعكس منظورهم كامل. يعني انت ما شاء الله حضرتك يو ار فيري جود اوبزيرفر، انت وايد تطالع من بعيد تشوف الكورت. ما صار معك تعال فلان بكلمك شويه تقعد على جنب؟ لازم شيء اجباري. اذا ما سويت اليوم واحد اللاعب عمره ما راح يحس بالاهتمام. ثاني شيء في اشياء كثيره اليوم اذا ما خذيت اللاعب يعني تجنبت بالحديث معاه بشكل خاص ما راح تطور اشياء كثيره. من لاعبين من اهالي يتصلون علي، لازم تاخذه جنب وتكلمه. ممكن يكون عصبي شديد الانفعال، سلوكياته بالملعب قاعد تضر الفريق كامل، قاعد تضر المتدربين، قاعد تؤدي الى جوده التدريب، نزول جوده التدريب. هذا شيء يعني انتولربل، فنحاول نمنعه. فياتي دوري يعني دوري كاداري ومنتلي، وهو اصعب بارت. يعني انا اقول لك يا اصعب بارت هذا. الاداره اصعب من تكون لاعب. إيه شوف انا بقول لك شغله عبد العزيز، انا لاعب طول عمري خضت مباريات ومنافسات عديده لا تحصى، لكن البزنس بشكل عام شيء يخرع. يعني شيء في يبي له جرأة، وفي اشياء كثيره لازم اشياء كثير تتخلى عنها. والكور فاليوز شلونها وياك لليوم؟ شلون يعني الكور مالتي الفاليوز؟ والله شوف تخليت انا اشياء كانت ضارتني بالبدايه. مو عيب الواحد يقول لك انت غلط وسنه بعد سنه، بالعكس اتعلم، وهذا الشيء انا احبه اليوم، واحب اللي يخطئ لكن يتعلم من خطأه. ايوه. فممكن الطيبه. أيوة.
الطيبه شيء حلو منا وفينا والحمد لله يا رب، لكن ما تنفع للبزنس، وهو 1% تنفع. حلو ان اخلاق تكون جميله، الكوميونيكيشن، لكن الطيبه في اشياء اخرى مع البزنس كلاش كلاش كامل. ما شاء الله عليك، انت تعطي دورات تدرب مدربين، شنو يفرق بين اللاعب الممتاز والمدرب الممتاز؟ فرق كبير، مو كل لاعب مدرب ومو كل مدرب شرط يكون لاعب. في مستوى مطلوب محدد لازم، يعني ما يصير طبعا مدرب كلش ما يعرف. يعني خلينا نتكلم مثال، وانا احب اضرب امثله. رافائيل نادال من مدربه؟ توني نادال عمه. هل كان لاعب؟ ما كان لاعب. واضرب امثله كثيره، يعني كثيره جدا لا تحصى. الحين لو اقول لك من اي ابطال، رونالدو، ميسي، هل راح يكون مدرب؟ انا ميسي ما اتوقع يكون مدرب، ما عنده الكوميونيكيشن سكيلز، ما يحب يمكن، ولا يعني ما يحتاج يكون مدرب ميسي، بس قاعد اقول لك يعني اوصل لها بفكره. فلها معايير وقياسات كلاعب محترف، والمدرب شيء اخر غير توتالي ديفرنت. اي واحد تستمتع فيه اكثر؟ المتعه. والله انا اقول لك صدق، لولا يعني يوم كنت بطل وهذا اللعب شيء جميل، شيء خيالي، يعني شيء شعور لا ينوصف. الفوز، الفرح، المشاعر، البطولات، المعسكرات، الفريق، البيئة، وكثير يعني كلاعب. مدرب شيء جميل، وصاحب بزنس هم شيء جميل، لكن مختلف تماما. زين انا عندي شغله، الحين انا لاعب لعبت مباراه تنس او بادل، الاستشفاء شلون ياخذ منك وقت؟ ترى تعب، جيت على الوتر الحساس. يعني انا الحين عندي لعب اليوم، بعد يومين انا عندي مباراه ثانيه. انت جيت على الوتر الحساس. يعني اليوم انا ضريت نفسي بالاهمال بالصحه، واحنا الرياضي اليوم والريكفري والاستشفاء جزء من الرياضه لابد منه. واحد يقول لك انا اسوي كل شيء، وواحد يقول انا اسوي كل شيء ورياضيه لكني تعورت. هذا جزء من الرياضه. رونالدو يتعور، ليبرون جيمس يتعور، كله يتعور، لكن شلون تتعامل مع هذه الاصابات والاستشفاء مثل ما ذكرت، هني تحدد الابطال. هي جزء، ونقول هي نسبه محدده ريكفري. فعندك اليوم او لعبت اليوم، وراك لعب الغد او اللي عقبه، لازم استشفاء بالاسترتشنج، المرونه، اذا كان في حمام حار بارد وغيرها، اساليب كثيره من الاستشفاء. يعني انت تحرص لما يكون عندك اللاعبين اول شيء لازم الاسترتشنج يسخن. والحين توني ضفت، بعد ما بقول ضفت لهم مدرب خاص، مدرب مدرب اعداد لاعبين بادل من استرتشنج، من تسخين، وايضا راح اضيف لهم ايام مختلفه مني انا لهم والله، عشان يطورون من نفسهم، عشان يصيرون افضل. هذا اللي ناقصنا اكثر شيء. الحين على موضوع انت قلت قبل شوي، انا كنت حاب ايامي كلاعب والانجازات. الانجاز لليوم عندك هذا ذا توب ما تنسى. انجازات كثيره والله يا عبد العزيز، انت قاعد تاخذنا بالماضي، مستمتع والله معك بالحديث. يعني قليل ما ترجع بالماضي لما تسولف مع الشخص عارف اللي يستذكرك شيء كان اهلك موجودين حزتها وياك. حلو. انا اقول لك اول شيء، الوالد الله يحفظه، تحيه خاصه، لان لولا ما وصلنا هذه المواصيل. هو كان المنتل كوتش بالبيت وغيره، لكن كان ممنوع يحضر الملعب، لان الاب ما يصير يحضر الملعب، بالذات انت وصغير، الارتباك والاعصاب تتمالكك مره واحده. فبعد البطوله الاولى حققتها، الثانيه منعوه خلاص، وهو نفسيا يا حليله وما يبين مشاعره، لكن شنو اشوفه يحوس برا الملعب، بدا ينطرني انا واخوي. واحلى شعور بالدنيا لما تخلص تتصل على ابوك تقول انا فزت او خذيت هذا الانجاز. فاذا تبي انجاز لا ينسى، هو انجاز ما كان بالحسبان، الا وهو بطوله العالم بالزوجي، حصلت عليه تحت 18 سنه جونيورز. انا لاعب فردي والتنس لاعب فردي، الزوجي في كلنا نكون زينين بالزوجي، لكن يتطلب موهبه اضافيه غير، وما كان ببالي بحياتي راح اكون بطل بالزوجي. يعني بطوله العالم كانت حتى بدوله البحرين الشقيقه، وكان الزميل الله يذكره بالخير زياد سلطان العيسى، كان يدربنا حتى مدرب من عنده خاص توب 50 لارس جونسون، توب 50 على العالم، يعني شيء كبير. هذا من المدربين اللي زرع فيني اشياء كثيره. والله ما كانت بالحسبان ولا بالزوجي اني اوصل دور 8 كوارتر ولا السمي. مبارتين وصلنا كوارتر، سبحان الله. من الكوارتر الى النهائي كل مباراه احنا داون 5-6 ماتش بوينت، تخيل، للخصم. شوف، فما كانت بالحسبان. وانتم شلون كان اعصابكم وقتها؟ تلف اعصاب الرياضه، تلف يعني اعصابي كانت تلفانه، بس سبحان الله لاني كنت بالزوجي يعني سوبر، يعني كنت عادي. سموني منقذ الماتش بوينتس. سبحان الله، كل ما انا اي سبحان الله، ربي سبحانه وتعالى يعني
جهه الباك اند انا اوقف اكثر، افضل إيه، ضربه الباك حطك- اند، افضل الباك اند جميله. فكل ماتش بوينت كنت اخذ الريسك واخلصها، يعني ما حد ياخذ ريسك الماتش بوينت حق الخصم، إيه، ما وقاعد تروح تمشي سبحان الله تمشي معاي. كانت فزنا الاولى بهذه الطريقه يعني كوارتر، سيمي خسرانين 5 ماتش بوينت، وصلنا الى النهائي. اللهم لك الحمد. إنا ألف لك الحمد يا رب. حضر عاد هني الحضور كان كبير، وسامي عمالقه كل مجلس الاداره والكل سافر يالنا حضورا. فالمتابعه كانت كبيره، البريشر صار كبير، وقاعد نلعب مع خصم واحد منهم تونسي. هذا اللاعب ممتاز، لكن شوي عنده يلعب نفسيتك، اخلاقه شوي إيه، مستفز، يتعمد. فكان انا شوي اكبر منه، فاعرف يعني اللاعبين التونسيين الاكبر فيحترمني، لكن مع اللي معاي والصغار زياد سلطان بن عيسى. الله كان يأديهم، كان يأديهم نفسيا. فقاعد يدشون الملعب مستفز، شو يسوي؟ يطق عليك الكره وما عنده يحوشك بالجسد. يتعمد. هاي طريقه نفسيه، وهاي طريقه جدا جميله يعني حق انت بتكسب. مو جميله غزه، عفوا غزه ان اذا بتكسر. لا جميله انه كفكر، بس مو حلوه حق الناس. الله كفكر حلوه، بس كان ياخذها بكثره يعني. لما يعني كنا متوقعين خسرانين 6-0 6-2 عفوا اول مجموعه. قلت حق زياد يعني خليته على جنب، زياد توصلنا النهائي، اول مره نوصل نهائي طول العالم. بالك ما عليه، وهو طويل ما شاء الله زياد، طوله ما شاء الله مترين وفوق، متر 90 وفوق، ونفس التونسي. فقلت له ما عليك، عندي الموضوع، ورد له يا عكسيه انه يخاف مني انا بس ما يخاف منهم. يطق كره اطق واصرخ بوجهه، اطق واصرخ، احاول استفزه، لان اللاعب اللي يستفز ترى هو يستفز بسرعه بعد. سريع. هذه نقطه. ما يخاف انه واحد صادب الموضوع هذا؟ يصيده، بس ليش؟ بالعكس يمكن ضايقت 20 واحد راح يصيدني بهذا الموضوع. صح. فاللي الذكي والمنتلي ثابت كنت انا قاعد اسوي، قلت حق زياد خلينا نقلب عليه الطاوله، خلينا نقلب الطاوله، واستفزيناه، وخذينا المجموعه الثانيه 6-4 بصعوبه، وصلنا للسوبر تاي بريك 10 نقاط، 7-7 تقريبا. الله. نفس الشيء 7-7 الى الماتش بوينت، وما ادري شلون تسالني اليوم. سبحان الله. وفزنا، وبالشعور بعد الفوز هاي بطوله العالم، ما شاء الله الاهتمام اللي يشوفه قاعة التشريفات وغيرها، والمكالمه هذه المكالمه اللي تدق على الوالد تقول له فزت او يبلغون الاتحاد. منو كان مكالمه من الشخصيات الكبرى دقوا عليكم يومها وباركوا لكم؟ والله يومها عشان اتذكر، عشان اكون دقيق فيها، الله يرحمه، يعني احنا بالاستضافه هذا اول شيء الشخصيات الكبيره كان رئيس الاتحاد وقتها، ما خاب ظني كان تحيه خاصه لعبد الرضا الغريب وغيره من رؤساء، عبد الصمد العريان، ابو زياد ما شاء الله، وزياد العيسى صاحب يعني شركات اجيلتي هم كان موجود. وبعدها احنا ردينا كرمونا على طول قاعة التشريفات، كان اذا ما خاب ظني الشيخ الله يرحمه برحمته ان شاء الله، شيخ صباح على اي، فكان شيء كبير، او يغفر له ان شاء الله، كان شيء كبير يعني بحد ذاته. الشيخ يستقبلك بنفسه، يعني سمو امير بلاد راح للشيخ صباح طيب الله ثراه، هو استقبلكم. في شغله ثانيه، هاي تعتبر البطوله كانها كاس ديفيز بس حق عمر 18 سنه. الله حق 18 سنه. يعني انا لما اقول على كاس ديفيز المستوى العالي او اقوى بطوله زوجي، فما بالك بطوله 18 سنه عالميه تعتبر. والكل ترى يبدا لازم تحت 18 سنه. أيوة. يبدا بهذا الخوض التنافسي يسمونها ITF، هذه مثل جوله احترافيه قبل ما تبدا الATP. نعم. اي ما قالوا لك محمد انت صوتك نفس صوت عمك عادل؟ اوه كل يوم بالضبط يا عبد العزيز، ما شاء الله جينات. باليوم 3-4 مسجات مواقع التواصل يا يوتيوب يا سناب شات يا غيره. طبعا طبع فيه، وهو قدوه يعني، صار قدوه اي معلق تنس ما شاء الله، او معلق كره يعني رياضه مضرب. فالصوت اوريدي مشابه. طبيعي في صوت مشابه يعني، احنا بالزوار اصلا لما نقول سلام منو كلنا نفس الصوت. وخذيت منه من اسلوبه بالكلام، خذيته منه مبين من طريقه الكلام شوي قاعد قلت لك انا اقتدي فيه اليوم كمعلق، وانا نفس ما هو ما كان بعلم ولا يعني بباله طريقه تعليق، ما كان ببالي. وهذه لك اياها على سالفه خاصه، لا كان ببالي ولا بباله. هو يمكن ذكر قصته ببودكاست مثل ما اصر، تحيه خاصه طبعا مثل ما اصر وشاف فيه هذا البوتنشل الاستاذ وسيد ناصر الخليفي، يعني تعريف طبعا. نعم. شاف فيه تحيه خاصه جدا. ويعني ما بقول لك ترى يعني تحيه خاصه للسيد ناصر، انه هو رئيس جوله البادل ايضا، هو اللي تبنى هذه الرياضه، فكان عنده نظره للعام. حتى بعد ما قدم اول شيء يعني بالمستوى المطلوب،
شوف نظرته ما شاء الله. لا ما شاء الله تبارك الرحمن. الكابتن محمد الشطي من أسرة برنامج مراية، احنا نقول احنا نفتخر بحضرتك. والله انا يشرفني ويزيدني. هذه الحلقة احنا وصلنا معاك للختام، شنو حابب تقول كلمة أخيرة حق الكابتن محمد الشطي نفسه؟ والله اقول انا فخور جدا انك قدرت تاخذ الجرأة وتبدأ هذا الشيء، ووايد اشوف هذه الشغلة ان مواهب جدا تموت قدامي، الا ان الانسان بس ما يبي يخطي هذه الخطوة ويسعى. فاقول الحمد لله يا رب، بفضل ربي سبحانه وتعالى، ثم قبول الناس، ثم توفيق من ربي. هذا فخور يعني، الحمد لله. الله يعطيك العافية، احنا وصلنا معك الختام. شكرا لك ابو جاسم. والله شكر خاص لك عبد العزيز وعلى الاستضافة الجميلة. يعطيك الصحة والعافية. كان معنا الكابتن محمد الشطي من هذه الحلقة في مراية، تحدثنا عن مسيرته في رياضة البادل والإنجازات الكبيرة وقصته. إن شاء الله استمتعتم معنا من خلال هذه الحلقة، نلتقي معكم إن شاء الله في حلقات قادمة. تقبلوا تحيات فريق العمل، نشوفكم على خير.